يا صباح الفل والياسمين على كل ست بيت بطلة ومكافحة وسندة بيتها. مساء الرضا ومساء التدبير على الست اللي بتعرف تعمل من فسخ شربات، واللي بتمشي بيتها بالبركة والدعاء والتفكير الذكي. أهلا بكم يا غاليين في قعدتنا النهاردة. قعدة ستات بس كلامنا فيها بيمشي على الرجالة وبلاد بحالها. كلامنا النهاردة مش بس عن الطبخ ولا عن تنظيف البيت، كلامنا النهاردة عن شقى العمر. هتقولي شقى العمر؟ يا حبيبتي شقى العمر. عن القرش الابيض اللي بنشيله لليوم الاسود، عن السند والظهر اللي بيخلينا واقفين على رجلينا ورافعين راسنا مهما الدنيا غليت او ضاقت بينا الدنيا. كلامنا عن الذهب وتدبير البيت. انا عارفه وشايفه وحاسه بكل واحده فيكم. شايفه الست اللي بتنزل السوق والاسعار كل يوم بشكل غاليه، كل يوم بنغلي في الاسعار، اللي بتبقى نازله ومعاها ميزانيه معينه وتلاقي الحاجات تضاعفت والحاجه غليت الضعف 2 و3. بتقف محتارة تشتري ايه وتستغنى عن ايه. الست اللي بتفكر في مصاريف المدارس وفي اللبس وفي علاج عيالها وفي بكرة اللي مش مضمون. الست اللي بتفكر في ازاي تعالج وازاي توفر وازاي تربي وازاي تاخد وازاي تحط القرش على القرش. والكل يسألها تصرفي القرشين في ايه، واللي بتبقى ولو حاجه اتبقت بتموت في جلدها عشان تمشي اليوم، لان ساعات في حاجات بتبقى متبقيه انت ما جبتهاش، فبتموتي في جلدك ان انت عايزه تخلي بيتك يعني بيكون محطوط فيه كل حاجه. بس الشاطره بجد هي اللي وسط الغلا ده كله تقدر تصرف تسرق من الزمن قرش تقدر تشيله على جنب كده، حاجه تنفعها بكره. والنهارده انا جايه اقولك على السر اللي هيخليكي ملكه التدبير بجد. السر اللي هيخليكي تحوشي وتشتري دهب حتى لو هتبدأي بربع جرام دهب. ايوه، ما تستغربيش، ربع جرام دهب بس. خليني ابدأ معاكي بصراحة. انا النهارده نزلت وسألت وعرفت لكم الدهب بكام النهارده، والاسعار الحقيقية في الصاغة في مصر شكلها ايه. هقولك النهارده ازاي تبدأي حتى بربع جرام دهب، ازاي تستغني عن حاجات موجودة في بيتك، وازاي تقدري تدبري بيتك وتستغني عن حاجات وتقفش محتارة وتدبقي القرش على القرش، وازاي تجيبي ربع جرام دهب كده او سبيكة ربع جرام زي ما انا جبت. النهارده بس هقولك الدهب عامل كام وانا اشتريت ازاي وايه التوفير وايه الاحسن ليك، تشتري سبيكة ولا تشتري بريمة ولا تشتري حلق صغير ولا تشتري سلسلة ولا ايه اللي المفروض ان انت تشتري. النهارده يا بنات عيار 24 اللي هو الدهب السبائك الناقد صافي زي اللي انا جايباك ده عامل حوالي 6730 جنيه للجرام الواحد. وعيار 21 اللي هو الدهب الشعبي بتاع الغوايش والخواتم اللي كلنا بنحبه عامل حوالي 5890 جنيه للجرام. اما عيار 18 الرقيق الجميل ده بتاعنا اللي احنا بنحب يبقى اشكال الخواتم والسلاسل والدلايات فيه، فعمل النهارده حوالي 550 جنيه 550 جنيه، يعني 5050 جنيه اسف للجرام. وطبعا الجنيه الذهب اللي هو عبارة عن 8 جرام من عيار 21 وصل النهاردة لحدود حوالي 47 ألف جنيه و100 و120 كده يعني. الارقام دي ممكن تخوفك لاول لحظه كده تبقى خايفه، طب انا هجيب الارقام دي كلها منين، وتقولي يا اختي دهب ايه او اللي حوشه، انا يا دوب بمشي بيتي بالعافيه ومصروف البيت بيخلص قبل نص الشهر. بصي يا ستي، اسمعيني للاخر وما تستعجليش. الشطره هي اللي بتبدا بالصغير لحد ما تكبر. انا النهارده جبت لكم ربع سبيكه دهب، السبيكه دي وزنها ربع جرام بس. تخيلي، ربع جرام عيار 24 معموله مخصوصه للستات اللي نفسها تحوش، اللي نفسهم يحوشوا ومش معاهم الالوفات مؤلفه والحاجات اللي بنسمع عنها دي. السبيكة دي سعرها في السوق النهاردة بيلعب في حدود 1850 ل 1900. أنا الصراحة جايباها من واحد محترم جدا ب1800 بس، بالكتير بمصنعيتها، يعني بفلوس تمن طقم لبس بسيط. احنا بنروح نجيب العباية النهاردة يا بنات ب2000 جنيه، وبنروح نجيب عباية حلوة شوية ب3000 جنيه، احنا بنروح نجيب طقم العيال ب2000 جنيه، احنا بنروح نجيب الشوز ب500 جنيه. انت ما تقوليش لا انا ما اقدرش احوش القيمة دي. او قرشين كنت هتبعزقيهم في اي حاجه ملهمش اي لازمه في البيت، تقدري تروحي للصاي وتقولي له انا عايزه ربع سبيكه دهب، وبكده تكوني حطيتي رجلك على اول طريق الامان المالي. طبعا هتقولي يا نصحى السبيكه دي عليها مصنعيه ولا لا، وهل لما بتيجي بيبقى بيعها هخسر فيها والمصنعيه هتضيع عليا؟ ده سؤال اللي بيحير كل الستات اللي عايزه تحوش والست اللي عايزه تدبر وتحوش ده، ويخليها تخاف تشتري سبائك. خلينا اشرح لك اللعبه بجد بتمشي ازاي عشان محدش يضحك عليكي في السوق. والسبائك يا ستي كلها عليها مصنعيه قدامها وضريبه.
مفيش حاجة اسمها دهب من غير مصنعية أبدا. بس الفرق الكبير والخطير بين السبيكة وبين الغويشة أو الخاتم أو السلسلة أو الدلاية هو إن السبيكة مصنعيتها أقل بكتير، والأهم من كده إن عليها حاجة اسمها كاش باك أو الاسترداد. الكاش باك ده يا بنات معنى إيه؟ يعني الشركات الكبيرة والمحترمة اللي بتصنع السبايك ديت بتقولك لو حافظتي على السبيكة جوه الدهب جوه الغلاف يا حلوة ومقفولة من غير ما حد لمسها ومفتحتهاش ولا لعبتي فيها وجيت تبيعيها في أي وقت، السايق هيرجع لك جزء من المصنعية اللي انت دفعتيها وانت بتشتريها. الجزء ده بيبقى مبلغ محدد عن كل جرام بيرجع لجيبك انتي، فبالتالي خسارتك في المصنعية بتكون شبه معدومة والدهب بيحفظ قيمته بالكامل وزيادة. السبيكة وربع جرام دي بيبقى عليها مصنعية ودمغة بسيطة حوالي 110 جنيه 100 جنيه لو السايغ عنده ضمير شوية مثلا للقطعة، ولما بتيجي تبيعيها وهي مغلفة بيرجع لك جزء من المبلغ ده كاش باك. يعني كسبانة في الشراء وكسبانة في البيع طالما حافظت على الغلاف سليم وفتحتهوش بالقصافة أو فتحتيه بأي طريقة. السؤال التاني بقى اللي بيدور في عقل كل ست بيت شاطرة ومدبرة وعايزة تحوش دهب وبتفكر بجد أنا هوفر ازاي عشان أجيب الربع سبيكة دي؟ أنا مصروف البيت يا دوب بيكفي الأكل والشرب والعيال. تعالي بقى يا حبيبتي أقولك على أسرار التدبير اللي تخليكي تطلعي القرش من تحت البلاطة من غير ما تحسي ومن غير ما تحرمي عيالك ولا جوزك من حاجة. التدبير يا بنات مش بخل، التدبير فن وذكاء ونظرة للمستقبل. أول سر من أسرار التدبير هو قاعدة 5000 خطوة. يعني إيه؟ يعني التخطيط والمقاومة. إحنا الستات لما بننزل السوق عيوننا بتشتهي كل حاجة، عايزة تجيبي كل حاجة لبيتك وما تحرميش بيتك ولا أولادك من أي حاجة. يعني تلاقي تفاح عايزة أجيب تفاح، تلاقي مانجا عايزة أجيب مانجا، تلاقي حلويات أما أجيب حلويات بس ما كلوش حلويات من زمان، أما أجيب مش عارف إيه. تبقي نازلة تجيبي تشتري كيلو طماطم ونص كيلو لحمة مفرومة، نرجع بشنط فيها توابل غريبة وحاجات بلاستيك. والست اللي بتبقى عندها الحاجات البلاستيك ديت بتبقى عندها ادمان للحاجات البلاستيك ومنظفات ملهاش 60 لازمه وحاجات نقول احنا النهارده هنجيب احنا كنا زمان بنغسل بكيس برسيل وصابونه من اللي هي الصابونه اللي هي البيضه ديت كانت بتطلع الهدوم فل وفي الغساله العاديه. تعالي بقى نشوف النهارده ست البيت كولور جل وكلور الوان وكلوركس الوان وكلور للابيض وكلور للفاتح وبرسيل جل وبرسيل من اللي هو الحبيبات ومعطر ودوني وحاجات بتطلع البقع وعجينه، ومش كل يوم بيطلعوا لنا في حاجه جديده وفكره جديده وحاجه والله العظيم كلها واحد تحت مسميات مختلفه. يعني هما بيغيروا لك اللون وبيغيروا لك السمك ويسموه لك اسم جديد عشان تاخدي منه. فخليكي انت ست ناصحه، انت عارفه ان انا مثلا هجيب برسيل جل او برسيل اوتوماتيك وغسالتي هتاخد هما اضافتين 2 بس، كتر الغسيل هيطلع لك الغسيل فله. لا، نوع الغساله، نوع هدومك، بتغسلي كام دوره، غسالتك بتنظف ولا بتنظفش، ولاد هدومك نظيفه ولا لا، هدوم ولادك نظيفه ولا لا، انت بتعملي ايه بالهدوم ديت، بتحطيها في كلها مع بعضها الابيض في الالوان الفاتح في الغامق. مش هيطلع طبعا البتاع لو حطيتي كيس برسيل 2 كيلو في الدوره الواحده، لو حطيتي كل المنظمات في الدوره الواحده مش هينضف. طيب كمان يا بنات لعب اطفال صغيره تتكسر بعد ساعتين وحاجات تانية كتير كلنا فاكرين اننا محتاجينها. السر هنا بقى انك تعملي قائمه مشتريات، بمعنى قائمه مشتريات تكون صارمه، يعني انا مش هتعدى تكتبي فيها اللي البيت محتاجه بجد وتنزلي بفلوس على قد المكتوب ده بس. يعني تزودي بس 20 30 40 جنيه 50 جنيه، ما تحطهمش في نفس السوسته اللي انت هتجيبي بيها حاجاتك من السوق. يعني اخد معايا بوك، اخد معايا شنطه جواها بوك او جواها محفظه، هحط مثلا وليكن 300 جنيه هجيب خضاري بطاطس وطماطم ونص كيلو لحمه مثلا او حاجه. ال 300 جنيه دول هيتحطوا في المحفظه بتاعه الشنطه، و50 60 جنيه كده او 100 جنيه مفكوكه عشرات احطها في جيب الشنطه لوحده وما مدش ايدي عليها الا اذا احتجت منها 10 20 جنيه. طيب
الحاجات الصارمه ديت يا بنات تكتبي فيها قول كل اللي انت محتاجاه بجد، وتنزلي بفلوس على قد المكتوب بس بالظبط، وتسيبي فيزة المشتريات والفلوس الزياده في البيت. الحركه دي لوحدها هتوفر معاكي كل اسبوع مش اقل من 200 300 جنيه كانوا بيروحوا في الهوا الطاير. السر التاني هو حصاله الفكه والبركه. الحصاله دي مش للعيال، دي ليكي انت. اي فكه بتفيض معاكي من مشوار، من باقي البقاله، من تمن الخضار، 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه ارميها في الحصاله، والله حتى لو جنيه دي ونسيها تماما واعتبريها فلوس ضاعت منك في الشارع. هتتفاجئي بعد كام شهر ان الحصاله دي جمعت معاكي مبلغ محترم يقدر يجيب لك الربع سبيكه دي وانت مرتاحه من غير ما تحسي بقرش واحد اتخصم من ميزانيه الاكل والشرب. السر الثالث وهو الاساس اعاده تدوير الاكل والبيت. احنا بنرمي فلوس كتير جدا في الزبالة من صور اكل فائض. الشاطر هي اللي بتعرف تخلي اكل النهاردة هو اساس اكل بكرة بشكل جديد. يعني بواقي الفراخ ممكن تتحول لشاورما نجريسكو في وسط الاسبوع، بواقي الرز ممكن نعمل بها رز معمر او كفتة رز، الخضار اللي قرب يدبل في التلاجة بيعمل بيه شوربة خضار تدفي العيال او نقطع ويتشال في الفريزر. لما توفري في هدر الاكل دهوت يا بنات والله يوفر معاك كتير جدا. هتلاقي مصروف البيت فاض منه جزء تقدري تشيليه وانت ضميرك مرتاح. السر الرابع هو مقاومة العروض الوهمية. مش كل حاجة تخفيض أو عرض خاص في السوبر ماركت تبقى مكسب ليكي. ساعات كتير بنشتري حاجات مش محتاجينها لمجرد إن عليها عرض، وفي الآخر بتبوظ وتنتهي صلاحيتها في الدولاب أو في المطبخ أو في أي حتة. اشتري بس اللي بتستخدميه وبتحتاجيه فعلا ومتقدرش تستغنى عنه نهائي. وفكري دايما هل انا محتاجه الحاجه دي فعلا النهارده او حتى بعد اسبوع، ولا ممكن اعيش وامشي الدنيا من غيرها؟ لو الاجابه ان ممكن تمشي من غيرها وتمشي الدنيا من غيرها يبقى تمنها اولى عند السايغ وربع سبيكه اللي هتشيليها للزمن. عايزاكي تفهمي حاجة مهمة جدا وتحطيها حلقة في ودنك. الدهب مش بس للزينة، الدهب هو الأمان. لما يكون معاكي سبيكة صغيرة شايلاها في دولابك، انت مش شايلة حتة معدن صفرة، انت شايلة ستر لبيتك وعيالك يوم ما تزنق الدنيا معاكي ولا قدر الله يحصل ضيق على الكل. مش هتضطري تمدي ايدك لحد ولا تطلبي سلفة من حد ولا تحسي بكسرة النفس. هتفتحي دولابك تاخدي السبيكة بتاعتك وتروحي للسايق في دقيقتين تبيعيها وتاخدي فلوسك كاش وتفك زنقتك بكرامه وراسك مرفوعه. الذهب ما بيموتش يا بنات، او ما بيمرضش، ومش بس ما بيخليكش تفلسي وقيمتك دايما فيه مع الزمن بتزيد. ابدأ من النهارده، ما تقولوش بكره، ما تستصغريش الربع جرام. قول لنفسك انا هبدأ بالربع جرام ده، والشهر الجاي لو ربنا كرم ودبرت اكتر هجيب نص جرام وبعده جرام وبعده 5 جرام. هتلاقي نفسك مع الوقت بقى عندك ثروه صغيره سنداكي وسند جوزك وعيالك. جوزك نفسه لما يلاقيكي ست مدبره وعاقله وبتعرفي تحولي الفكه لذهب هيكبر في نظره وعقله وتدبيرك وهيثق فيك اكتر واكتر. طبعا دي الرجاله المحترمه اللي بتحس بتدابير بيتها وبتحس بمعاناه ستاتها ان هم ازاي بيدبروا. وعشان تشتروا اكتر وانتوا الاتنين تأمنوا مستقبل اولادكم يا ست الكل، البيوت بتتدبر بتتبنى بالصبر وتتدبر بالرضا. والقرش اللي بتوفريه النهارده هو الحمايه ليكي بكره. خليكي دايما الست الشاطره الواعيه اللي عينيها على بكره، اللي بتعرف تمشي بيتها بالحق والعدل وفي نفس الوقت بتأمن ظهرها. انزلوا بكره الصاغه واسالي وشوفي وابدأي رحلتك من الادخار الحقيقي. الدهب في انتظارك ومستقبل بيتك في ايدك انت وشطارتك وتدبيرك. ربنا يوسع ارزاقكم جميعا ويجعل بيوتكم مليانه بالخير والبركه والستر والصحه، واشوفكم دايما على احسن حال. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم، واللي ما حطش لايك للفيديو يحط لايك للفيديو، وكمان يشترك في القناة علشان عندي افكار كتيرة جدا. وما تقوليش ان خلاص الذهب بدأ ينزل وانا كنت شاري قبل كده والذهب بدأ ينزل. عندنا يقين ومن ناس تسويقيين، يعني في السوق بتاع الذهب نفسه ناس عتاولة يعني عارفين الذهب رايح لحد فين. اوعي تقولي لا انا مش هشتري ذهب. لو انت معاك انا شاريه ذهب خلاص وما عدتش هشتري كده ذهب تاني علشان الذهب نزل خالص وانا خسرت فيه. الذهب يا بنات استثمار على المدى البعيد. النهارده احسن ليكي لو معاكي قرش حطيه في الذهب وما تخافيش، الذهب مش هينزل اكتر من كده. بالعكس في اراء كويسه جدا وفي حقائق وفي كلام واضح جدا اللي على اخر السنه ان شاء الله الذهب هيرفع رفعه جامده جدا. الذهب على مر الزمن بيغلى مش بيرخص. مش النهارده ان انت عايزه تشتري النهارده وتبيع كمان شهر وتقول اصل انا خسرت. مش النهارده ان انت شاريه مثلا على 7000 جنيه والنهارده بقى ب 5000 جنيه يبقى انا كده خسرت. لو انا بعته فعلا، لو انت بعتيه دلوقتي تبقى
خسرتي. انما لو سبتيه كمان سنه يعدي السنه هتشوفي انت كسبتي قد ايه. ابو 7000 اللي انت اشتريتيه ب 7000 ده هيحصل 10000 وتكوني انت الكسبانه. حتى لو هتبيعيه بال 7000 فهو ستر لبيتك، ستر لبيتك ولحياتك، ستر لنفسك، ستر لعيالك. عندك بنات عايزه تجوزيها مش هتدوري تستلفي من حد ولا تجيبي بالقسط جهاز بناتك. فكري صح ودبري صح وشوفي هتعملي ايه، وشوفي والصاغه بجد حقيقي مستنياك. التدبير مش حاجه صعبه. التدبير للبيت حاجه بسيطه جدا. انا ما كنتش مصدقه في يوم من الايام ان انا ممكن ادبر حاجه واجيب، حتى اقول لك ايه، اجيب سبيكه واحده من ديت بس مع الادخار ومع الحصاله اللي انا قلت لك عليها ومع ايماني ان انا اقدر، ومصروف بيتي قليل جدا جدا جدا. بقيت استغنى عن حاجات، بقيت اعمل ان التدابير اللي انا بقول لك ان انا بنزلش السوق بكل الفلوس اللي معايا، هصرفها يعني هصرفها. الفلوس طول ما هي قدامك كبيره هتصرفيها. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم ويكون النهارده افدتكم، وحط لايك للقناه واعملي اشتراك للقناه عشان القناه تكبر ليكم وبيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.